عمرك سألت نفسك وانت ماشي في طرقة مستشفى بالليل وشميت ريحة الفورمالين اللي بتخنق الصدر؟ هل الريحة دي عشان التعقيم ولا عشان تداري ريحة حاجة معفنة مستخبية ورا الحيطان؟ النهاردة احنا مش بس هنحكي قصة رعب، احنا هنفتح باب جناح 4 في مستشفى الشفاء، المكان اللي الدكاترة فيه مش بيكشفوا عليك، دول بيكشفوا عن نواياك. قصة كريم الممرض اللي هرب بجسمه وساب أغلى ما يملك وراه. بس قبل ما نبدأ وننزل في ممرات المستشفى الضلمة، انزل دلوقتي في التعليقات واكتبلي لو لا قدر الله اتحبست في اسانسير مستشفى مهجور ومعاك شخص واحد بس، تحب يكون مين؟ ومنشن الشخص ده وقوله استعد للكابوس. جهز سماعاتك، اطفي النور، وركز في كل دقة قلب بتسمعها حواليك، لأنها ممكن تكون الدقة الأخيرة. المستشفى دي كانت قديمة لدرجة إن الحيطان نفسها ليها ريحة يود وصدى. كريم كان لسه مستلم شغل جديد كممرض نايت شيفت، وكان حظه المنحوس إن أول مناوبة ليه تكون في الدور الرابع، الدور اللي الدكاترة نفسهم بيخلصوا لفتهم فيه بسرعة ويهربوا. الدنيا كانت هس هس، الساعة 2:30 بالليل، ومفيش غير صوت تكتكة الساعة في الطرقة. كريم كان قاعد بيشرب قهوة عشان ما يتسطلش، وفجأة سمع صوت تزييق عجل في الطرقة كأن في ترولي ماشي ببطء. طلع كريم يبص، الطرقة كانت فاضية تماما والأنوار بتترعش، بس لمح في آخر الطرقة باب غرفة العمليات القديمة وهو بيتقفل بالراحة. كريم قال لنفسه يمكن الهوا أو حد من العمال نسي حاجة. مشي لحد الباب وفتحه. الأوضة كانت تلج وريحة الفورمالين فيها تخنق. لمح خيال حد واقف ورا الستارة بتاعة سرير الكشف. كريم قال مين هنا؟ يا دكتور حد موجود؟ محدش رد، بس الستارة بدأت تتحرك كأن في ايد بتشدها من جوه. كريم قرب بقلب ميت وسحب الستارة مرة واحدة. ملقاش حد، بس لقى حاجة أغرب، كارت تعريف واقع على الأرض مكتوب عليه اسمه وصورته، بس التاريخ اللي مكتوب فيه الوفاة كان اليوم الساعة 3 الفجر. فجأة لقى النور قطع تماما، وفي الضلمة الكحل دي سمع صوت نهجان عالي جنبه، وصوت حد بيوشوشه في ودنه ببحة مرعبة وبيقول يا كريم، السرير رقم 7 مستنيك، ما تتأخرش على ميعادك. كريم طلع يجري وهو بيخبط في الحيطان. وصل الأسانسير وفضل يدوس على الزرار وهو بيترعش. لما الأسانسير فتح ودخل، لقى المراية اللي جوه مكتوب عليها بالدم ممنوع الخروج قبل انتهاء العملية. الأسانسير منزلش للدور الأرضي، ده طلع للدور الخامس المشرحة. لما الباب فتح، كريم شاف نفسه، شاف جثته هي اللي نايمة على الترولي، والدكاترة اللي واقفين حواليه ما كانوش ليهم وشوش، كانوا عبارة عن فراغ اسود. كريم اول ما شاف نفسه على الترولي عقله وقف لثواني، بس غريزة البقاء كانت اقوى. عارف ان لو فضل مكانه ثانية واحدة كمان هيفضل محبوس في الدور ده للأبد. كريم ملقاش قدامه غير سلم الطوارئ اللي في اخر الطرقة. جري بأقصى سرعة ورجله بتخبط في الأرض وصداها مسمع في كل المستشفى. وهو نازل كان بيسمع صوت خطوات كتيرة بتجري وراه، وصوت تزييق العجل بتاع الترول اللي نازل وراه على السلم. حاجة مش منطقية، بس في المكان ده المنطق مات مع اللي ماتوا. لما نزل الدور التالت النور كان بيطفي ويولع، وشاف خيالات لمرضى واقفين في نص الطرقة وبيبصوله بعيون مطفية. لما وصل للدور التاني حس بإيد باردة جدا لمست كتفه، بس محاولش حتى يبص وراه، لأنه كان عارف إن النظرة لورا هي التذكرة لعدم الرجوع. وصل للدور الأرضي، باب السلم كان متجنزر عليه جنزير. فضل يرزع فيه بكتفه بكل قوته وهو بيصرخ لحد ما القفل اتكسر. طلع يجري على مكتب الاستقبال، لقى عم فوزي فرد الأمن قاعد مكانه وبيشرب شاي بكل برود. كريم وهو بينهج قال له الحقني يا عم فوزي، المستشفى الدور الرابع، انا شفت جثتي. عم فوزي بصله بهدوء غريب وكمل شرب شاي وقال له يا ابني اهدى، انت اول مرة تشتغل نايت شيفت وشكلك خيالك واسع، مفيش حد فوق اصلا، الدور الرابع مقفول من 10 سنين من بعد الحريقة. كريم بدأ يصدق كلامه،
ويحس انه كان بيحلم، لحد ما حط ايده في جيبه عشان يطلع مفاتيح عربيته. لقى حاجة تانية، لقى الكارت التعريفي، طلعه اللي لقاه فوقه، بص فيه لقى صورته واسمه، بس المرة دي الصورة كانت باهتة وكأنها قديمة جدا، ومكتوب تحتها بخط ايد: لقد هربت جسدا لكن روحك لسه محجوزة في الغرفة 302. كريم بص لعم فوزي عشان يوريك كارت، لقى عم فوزي اختفى والكرسي فاضي، وكوباية الشاي اللي كانت في ايده وقعت على الارض، بس بدل الشاي كان دم سايل بيغرق المكتب. كريم خرج من باب المستشفى وما بصش وراه، ومن يومها وبيطقش يدخل اي مكان ريحته معقمات. بعد ما كريم هرب ووصل لبيته، قفل كل الابواب والشبابيك ودخل الحمام يغسل وشه بميه ساقعه عشان يفهم الكابوس ده. وهو بيبص في المرايه ملقاش خيال وراه ولا حاجه مرعبه، بالعكس الدنيا كانت هاديه تماما. كريم بدأ يضحك على نفسه: انا ازاي صدقت الهبل ده؟ اكيد دي تهيؤات من قله النوم. قلع القميص بتاعه عشان يغير هدومه، وهنا كانت الصدمة اللي خلته يقع مكانه. لقى على ظهره لزقة طبية كبيرة ومن تحتها طالع خرطوم صغير ورفيع جدا. شد اللزقة بوجع، لقى تحتها جراح متخيط بخيط اسود وشكله لسه جديد، وكأن في عملية اتعملت له فعلا في الكام ساعة اللي فاتوا. في اللحظة دي سمع صوت جاي من الموبايل بتاعه. فتح الموبايل لقى رسالة مبعوثة من رقم مجهول، فيها صورة ليه وهو نايم على سرير العمليات في المستشفى، والدكاترة اللي من غير وشوش واقفين حواليه. والرسالة مكتوب فيها: احنا ما كانش قصدنا نموتك يا كريم، احنا بس اخدنا منك حاجة محتاجينها عشان نفضل عايشين هنا، شكرا على تبرعك الكريم. كريم بضعف رهيب في جسمه وبدأ يفهم ان المستشفى ما سابتوش يهرب الا لما اخدت اللي هي عايزاه منه. وهو هرب بجسمه فعلا، بس ساب جوه المستشفى حتة من روحه او عضو من اعضائه. ما كانش عارف ايه اللي ناقص منه، بس كان عارف انه من اليوم ده عمره ما هيرجع كريم القديم تاني. كريم فضل قاعد على ارضية الحمام، مش حاسس بوجع في الجرح، بس حاسس بفراغ غريب جوه صدره. حط ايده على الناحية الشمال، مفيش دقة واحدة طالعة من قلبه، مفيش أي نبض ولا حتى رعشة خفيفة. صدره كان ساكت تماما زي المقبرة. الغريبة إنه لسه بيتنفس ولسه بيفكر، بس مش حاسس بأي مشاعر، لا خايف ولا فرحان ولا حتى ندمان. كان عامل زي الآلة. بص في المراية تاني، لقى ملامحه بدأت تبعد وعينيه فقدت اللمعة اللي فيها وبقى لونها رمادي زي لون حيطان المستشفى. فجأة الموبايل رن تاني، نفس الرقم المجهول بعت رسالة تانية، بس المرة دي كانت فيديو. كريم فتح الفيديو وإيده بتترعش. شاف أوضة العمليات اللي كان فيها، وشاف الدكتور اللي من غير وش وهو ماسك قلب بشري لسه بيتحرك وبيدق بقوة، وحطه جوه برطمان عليه اسم كريم. الدكتور بص للكاميرا وشاور بصباعه كأنه بيقول هش، وبعدين قال بصوت واطي: قلبك هيفضل يدق هنا عشان المستشفى تفضل عايشة، وانت هتفضل برا جثة بتمشي لحد ما نخلص شغلنا بيك. كريم عرف ان الهروب كان تمثيلية، هم سابوه يخرج عشان يكون مندوب ليهم في وسط الناس، يجر ليهم ضحايا جداد، لان اللي زيه ما بيحسش بالذنب وما بيخافش وما عندوش قلب يخليه يتردد. نزل كريم الشارع في الفجر، الناس بدأت تخرج لشغلها. كان ماشي وسطهم، ملامحه هادية جدا، بس اي حد بيقرب منه كان بيحس ببرودة تلج بتطلع من جسمه. وقف قدام يافطة اعلانات لمح فيها اعلان لطلب ممرضين جداد في مستشفى الشفاء. طلع قلم من جيبه وكتب بخط ايد ثابت وبارد تحت الاعلان: المستشفى محتاجة ناس بقلب ميت، التقديم في الدور الرابع. كده كريم ما بقاش الضحية، كريم بقى الصياد اللي المستشفى بعتته عشان يملى العنابر الفاضية. الضحية الجاية كانت لازم تكون حد صيد سهل، حد بيدور على شغل بلهفة ومش مهتم بالتفاصيل. والضحية دي كانت سيد شاب غلبان لسه متخرج ويدوب بيدور على أي سبوبة يجهز بيها نفسه. شاف الإعلان اللي كريم كتبه وانبهر بالمرتب اللي كان مكتوب جنب الرقم. اتصل ورد عليه صوت بارد جدا، حدد له الميعاد الساعة 12 بالليل عشان الاختبار العملي. سيد وصل قدام المستشفى، كانت الضلمة محوطاه من كل ناحية. لقى كريم واقف مستنيه عند الباب، لابس لبس التمريض وشكله نضيف زيادة عن اللزوم، بس وشه ما كانش فيه أي تعابير. سيد قال له:
انا اللي كلمت حضرتك بخصوص الشغل، هو الاختبار بيبقى بالليل كده؟ كريم بصوت ملهوش صدى: شغلنا ما بيعرفش ليل من نهار، المستشفى هنا بتاكل وقتك وصحتك بس المقابل يستاهل. اتفضل معايا للدور الرابع عشان الاختبار العملي. ركبوا الاسانسير وسيد كان عمال يتكلم ويحكي عن ظروفه وكأنه بيحاول يطمن نفسه، وكريم ساكت تماما وحتى مش بيرمش. اول ما وصلوا للدور الرابع سيد حس بقبضة في صدره. الريحة كانت غريبة، ريحة ورد مخلط بدم. كريم وقف قدام الغرفة 302 وفتح الباب بالراحة وقال له: ادخل يا سيد، العيان اللي جوه محتاج قلب كبير زيك يطمنه. ادخل ما تقلقش، انت جيت في المكان الصح. سيد دخل وهو بيترعش، لمح السرير اللي في نص الأوضة والستارة بتتحرك، وبمجرد ما خط أول خطوة جوه كريم قفل الباب من بره وبالمفتاح. سيد فضل يصرخ ويرزع على الباب: افتح يا أستاذ كريم، في ايه؟ الأوضة فاضية. كريم كان واقف ورا الباب حاطط ايده على صدره الفاضي وسمع صوت الدقة الأولى لقلب سيد وهي بتتدرج في الحيطان. ضحك ضحكة خفيفة ما فيهاش أي روح ومشي في الطرقة وهو بينادي بصوت عالي: يا دكاترة العشاء وصل، والمرة دي القلب طازة. سيد ما بقاش موجود وكريم بقى الموظف المثالي في مستشفى الشفاء، وكل يوم بالليل بيقف يستنى ضحية جديدة تحت يافطة الإعلانات. بعد سنين من الخدمة في المستشفى كريم ما بقاش مجرد ممرض، بقى هو المدير الفعلي للدور الرابع. جسمه ما كانش بيكبر في السن وشكله فضل زي ما هو، كأنه اتحط في فليزر. في ليلة من الليالي وهو واقف قدام المراية في الأوضة 302 لقى خياله بدأ يظهر تاني، بس المرة دي الخيال ما كانش مرعب. الخيال كان كريم القديم، كريم اللي كان عنده قلب وبيخاف. الخيال شاور له على جيبه. كريم حط ايده وطلع كارت التعريف القديم اللي كان معاه من اول ليلة. الكارت كان لونه اسود تماما وما بقاش مكتوب عليه غير جملة واحدة: انتهت مدة الصلاحية، الدور الآن على الصياد. فجأة الأبواب كلها في الدور الرابع اتفتحت في وقت واحد وخرج منها كل الضحايا اللي كريم جابهم للمستشفى. سيد وغيره وغيره كلهم كانوا ماشيين ببطء ووشهم فاضي وصدرهم مفتوح. كريم حاول يهرب بس اكتشف ان رجليه اتثبتت في الارض. المستشفى اللي كان بيخدمها قررت انها تتغدى بيه هو شخصيا المرة دي. الجدران بدأت تضيق عليه والسقف بدأ ينزل، وصوت ضربات القلب اللي كان بيسمعها في البرطمانات بدأت تزيد وتعلى لدرجة ان ودنه بدأت تنزف. مع أول ضوء للفجر الناس اللي معدية من قدام مستشفى الشفاء القديم استغربوا جدا. المستشفى اللي كانت مهجورة من سنين اليافطة بتاعتها وقعت واتفتتت لتراب، ولما دخلت قوات الأمن والعمال عشان يهدوا المبنى اللي كان هيقع ملقوش أي حد، لا كريم ولا سيد ولا حتى أوضة العمليات. كل اللي لقوه في الدور الرابع كان بلطو ممرض نضيف جدا واقع في نص الصالة، وجنبه كارت تعريف فاضي ملوش ملامح. المستشفى اختفت من الأرض، بس لسه في ناس بتقول إنك لو ماشي في ليلة ضلمة جنب أي خرابة قديمة وشميت ريحة يود ومعقمات اجري ما تبصش وراك، لأن كريم والمستشفى لسه بيدوروا على مكان جديد يفتحوا فيه العيادة. المستشفى اختفت، كريم اختفى، وحتى الضحايا ملهمش أثر. بس الحكاية ما خلصتش هنا، الحكاية بدأت في اللحظة اللي انت سمعت فيها القصة دي. في عالم الإشارة السوداء مفيش حاجة بتحصل بالصدفة. الوجع اللي بتحس بيه فجأة في صدرك، النهجان اللي ملهوش تفسير، أو حتى إحساسك إن في حد واقف ورا ظهرك وانت بتسمعني دلوقتي، كل دي ممكن تكون علامات إن المندوب الجديد وصل تحت بيتك. قبل ما تقفل الحلقة بص في كارت التعريف بتاعك أو بص في مرايتك. لو لقيت ملامحك بدأت تبهت أو حسيت إن نبضك مش منتظم اعرف إن الدور عليك. سؤالي الأخير لكم النهاردة: تفتكروا لو المستشفى دي فتحت فرع جديد في مدينتكم إيه أول حاجة ممكن يسرقوها منكم؟ مستني إجابتكم اللي تخوف في التعليقات. خلوا بالكم من قلوبكم لأن فيها اللي محتاجها أكتر منكم. سلام.